لتأسيس خط هاتفي جديد اختر الرقم 1. للترقية إلى باقة جود يرجى اختيار الرقم. لتأسيس هاتف جديد لباقة جود يرجى اختيار الرقم 1. لتأسيس هاتف جديد لباقة هاتف 45. فتتحدث بعد قليل مع أحد ممثلي خدمات العملاء. وحرصا على جودة الخدمة المقدمة لك سأقوم بتسجيل المكالمة آليا، كما يسعدني مشاركتك في تقويم مستوى ممثل خدمة العملاء بعد التحدث معه. ستيسي سلطان ضيف الله، السلام عليكم، كيف أقدر أخدمك؟ كيف الحال يا أخ سلطان؟ يا هلا حيك. إن شاء الله بخير. مرحبا الله يحييك. أخ سلطان بسألك الله يرضى عليك، الخدمة حقت الجود بلس هذه اللي في البيت، التليفون الثابت. أيوه. هذه تتيح لي المكالمات على جميع الشبكات؟ جميع الشبكات غير الاس تي سي لك فيها 800 دقيقة. 800 دقيقة؟ نعم. طب ليش ما تكتبوا الكلام هذا الله يعافيك في الإعلانات؟ يعني حتى الرد الآلي لما بيرد علي يقول لي جود بلس إمكانية اتصال لا محدود، تتصل في جميع الأوقات مجانا برسم اشتراك شهري ثابت. هذا داخل شبكة الاس تي سي. طيب الرد حقكم ما يقول داخل شبكة الاس تي سي، وأنا لما جيت اشتركت عندكم اوكي ما قلتوا لي الكلام هذا، انا قلتوا لي تتكلم جميع الخدمات جميع الشبكات اللي موجودة داخل المملكة مجانا برسم شهري ثابت. بعد ما امشي بالخدمة واقعد فيها فترة طويلة بعدين تستحدثوا نظام جديد وتعطوها تعاميم جديدة انه والله العميل له حد معين في اتصالات الشبكة الاخرى اللي هي موبايلي وزين، بعد كذا يقفل عليه التليفون آليا. على اي اساس هذا الشيء يصير بدون علم العميل؟ المفروض الموظف يفيدك قبل ما يسوي لك الطلب. اي بس انتوا لما طرحتوا الخدمة هذه انا من الناس الاوائل الناس اللي اشتركوا في الخدمة هذه، ما كانت فيه المشكلة هذه المشكلة صارت بعد فترة من طرحكم للخدمة. نعم. طيب ايش الحل في نظرك يعني؟ انت الان تتكلم على هاتف استقبال الشكاوي. ايوه. طيب انا الان اتصلت على 907 رد علي موظف كلمته نفس الكلام هذا، قال لي احولك على المشرف. قعدت 23 دقيقة بالضبط عشان يحولني على المشرف لين التليفون فصل وعدت الاتصال. لكن الشيء اللي انا استغرب له تماما يا عزيزي الفاضل، لما يكون عندي مشكلة في الصيانة، لما يكون عندي شكوى، لما يكون عندي ملاحظة، اللطع في التليفون 20 دقيقة 23 دقيقة ما في اي مشكلة ويفصل الخط ويعيد الاتصال مرة ثانية. لكن طالما اني انا ابغى اسس ولا ابغى اضيف خدمة ولا ابغى اجدد اشتراك، احصل الموظف الموقر عزيزي الفاضل يرد علي في النص الدقيقة الاولى اللي هو راد علي. طيب ما في تناقض كبير عندكم في الشركة الان؟ يا خالي انا موظف، يعني مو انا اللي حاط السيستم. انت موظف على عيني وراسي يا اخي. نفس السيستم اللي تحطوه عند الاشتراكات الجديدة خلوه يا اخي عند الناس اللي يبغوا يستفسروا زي حالاتي. نعم. الان العقد اللي بيني وبينكم اصبح باطل لانه انتم خليتوا بواحد من بنود العقد اللي هو انكم حطيتوا حد معين من الاتصالات، صح ولا لا؟ نعم. فانا كمواطن، فانا كمستهلك، فانا كمشترك اطلب من الاتصالات السعودية الان بإرجاع جميع المبالغ اللي أنا دفعتها خلال سنتين تقريبا أو سنة ونص، من سنة ونص إلى سنتين حقت رسوم اشتراك. تقبلوا الشيء هذا أنتم؟ أكيد ما تقبلوا الشيء هذا، صحيح ولا لا؟ والاستهلاك اللي أنت استهلكته، الاستهلاك اللي أنا استهلكته بناء على الاتفاق اللي جرى بيني وبينكم. الاتفاق اللي جرى بيني وبينكم إني أنا أستخدم التليفون لا محدود في جميع الشبكات. أنتم حطيتوا نظام جديد، لا ستوب، نوقف هنا الآن. انا ما ابغى اكمل يا اخي بالنظام الجديد حقكم، ابغاكم ترجعوا لي يا اخي المبالغ حقت من يوم ما استحدثتوا النظام الجديد. انا لي 3 شهور انا سماعه تليفون بيتي ما رفعتها يا اخي، ما كنت موجود في البيت. ف3 شهور انا قاعد ادفع لكم رسوم اشتراك على الفاضي بدون اي استهلاك. ما تكلمت ليش؟ لانه هذا اتفاق بيني وبينكم، سواء انا تكلمت او ما تكلمت في رسم ثابت. لكن الاتصالات السعوديه تطرح تعميم جديد داخلي عندكم انه والله العظيم الشبكات الاخرى استهلاكها عالي نوقف عنه التليفون. لا يا حبيبي، نوقف احنا كذا كمان. ما في مشكلة. انت تبغى ارفع لك خلاف على المدة اللي السابقة؟ انت تتوقع لو رفعت لي خلاف هرجع بنتيجة؟ انا يا اخي قاعد تليفوني مشوش 7 شهور، قاعد تليفوني مشوش، ما في حاجة اللي ما سويته. قلتوا لي غير تليفون، غير سلك داخلي، غير سلك داخلي، غير مقسم، غيرت الاشياء كلها اللي قلتوا لي عليها. في الاخير يطلع العطل من السلك اللي من الكابينة الرئيسية الى الدي بي، غيروا السلك هذا وراح التشويش. طالبت اكثر من 5 مرات بتعويض، لا حياة لمن تنادي.
لكن لما نتأخر عن السداد يوم واحد فقط تفصلوا لي التليفون بكل أريحية. فين يا أخي أسلوب المساواة الآن؟ فين أسلوب المساواة؟ هل شركة الاتصالات السعودية أول شركة رائدة في المملكة هل هي فعلا زي ما نسمع قائمة على النصب والاحتيال يا جماعة؟ قائمة على ابتزاز المواطنين؟ أبغى أعرف يعني، أبغى إجابة الله يخليك من واحد زيك ممثل الاتصالات السعودية. شركتكم قائمة على النصب والاحتيال ولا لا؟ شعاراتكم ما تمشوا عليها، تحطوا شعارات وهمية وتمشوا خلفها على شعارات غير الشعارات اللي انتم تعلنوا عنها. هو المشكلة اللي عندك اللي هو على فصل زين وموبايل. ايوه ليش طيب تفصلوا لي زين وموبايلي؟ ليش بأي حق تفصلوا زين وموبايلي؟ اذا كان العميل بيدفع بأي حق تفصلوا دقيقة واحدة عنه الخدمة بأي حق؟ نعم إذا تجاوزت يا غالي. يا أخي إذا تجاوزت أنا فاهم عليك، إذا تجاوزت حنفصل عليك. طيب أنتوا كيف ليش ما تكتبوها في الجرائد؟ ليش ما تعلنوها يا أخي بلوحكم الإعلانية اللي في الشوارع كلها؟ ليش ما تقولوا إذا عندك 800 دقيقة للشبكات الأخرى؟ ليش تكتبوا إنك تكلم بلا حدود جميع الشبكات داخل المملكة وجميع الأوقات؟ كذا حاطينها أنتوا برسم شهري ثابت. طيب إذا أنتوا حاطينها زي كذا أنا يا أخي إيش أفهم غير كذا؟ أنا أفهم الشيء اللي قدامي. يعني إذا أنا ما أثق في شركة الاتصالات السعودية STC يعني ما أثق بشعاراتهم، يعني لابد إنه إذا حطوا شعار أروح أسأل لي موظف داخلي إيش الأشياء المخفية وراء الشعار هذا اللي إحنا ما ندري عنه؟ التعاليم الداخلية إيش هي؟ مو معقول يا عزيزي الفاضل. أخوي خالد أنا مقدر وضعك اللي أنت فيه الآن. طيب مقدر وضعي، الله يبيض وجهك ويكثر من أمثالك. رجع لي الخدمة يا أخي. والله ما عندي صلاحية مع الأسف بالإعادة. طيب مين اللي عنده صلاحية بالإعادة؟ ما في إلا إدارة الفواتير. إدارة الفواتير؟ منهم ذول إدارة الفواتير؟ كم رقمهم عشان نوصل لهم إدارة الفواتير؟ أنت ما في إلا ترفع شكوى عن طريق الأخوان بالتمامية، هم يخاطبون إدارة الفواتير ويردون عليك. ما في حل إلا إني أرفع شكوى؟ أنا عن طريقي مأمور أنفذ لك خدمة فقط يا أستاذ الفاضل. طيب يعني أفهم من كلامك إنه أنت الآن متفق معايا إنه شركة الاتصالات قائمة على النصب والاحتيال؟ لا مو متفق معك في الشيء هذا. طيب يا أخي طب اقنعني يا أخي، يا تقنعني يا أقنعك. شركة الاتصالات ترى المكالمة هذه زي ما هي مسجلة عندكم مسجلة عندي أنا كمان. أستاذي الغالي الله يحفظك، نعم. أنا ملزم الآن بدقيقتين ونص معك فقط، دقيقتين و10 ثواني. طيب. والآن 7 دقائق، احنا نبغى نمشي بشيء في ايدك وفي ايدي. يا عزيزي الفاضل إذا كانت كثيرة عليك 7 دقائق يا طويل العمر، أجل أنا إيش أقول اللي قاعد 23 دقيقة انتظار وأنت الخط وجهي؟ يا حبيبي أنا بالنسبة لي أبغى أخدمك بالشيء اللي أنا بستطيع عليه. أيوة إيش هو؟ الشيء اللي ما أقدر عليه راح أفيدك فيه للجهة المختصة. أنت وضعك الآن لازم تكلم الأخوان بالهاتف استقبال الشكاوى. هذول مداومين الآن؟ أنا لو كان في بإيدي أي حل راح أفيدك فيه. طيب هذول مداومين الآن؟ الآن لا ما في دوام بس الصبح. استقبال الشكاوي دوام عندكم محدد، لكن تأسيس 24 ساعة مفتوح. التأسيس نعم 24 ساعة، لكن كصيانة وشكاوي لا، يعني شيء محدد. كم رقم الصيانة هذول اللي الشكاوي؟ الشكاوي 800. ايوه 2. ايوه 4 4. اوكي 55. طيب الآن ممكن ترفع لي شكوى من عندك؟ ارفع لك شكوى ما عندك. من هو الرئيس التنفيذي حق الشركة؟ الرئيس التنفيذي ايوه حق شركة الاتصالات؟ سعود الدويش. انا ابغى ارفع لسعادة الموقر الرئيس التنفيذي للاتصالات السعودية شكوى. ابغى الشكوى توصلوا، ابغاك تحط الرقم اللي طالع عندك الان، وابغاك تحط اسمي كذا الرباعي، ولو تبغى الثماني اعطيك اياه ما عندك مشكلة. قول يا اخي المواطن هذا يقول انه انت شركتك قائمة على النصب والاحتيال وقائمة على ابتزاز المواطنين وشعاراتكم كلها كذب في كذب. ابغى بس الكلمتين هذه توصلها له، ممكن؟ ابشر. الرئيس التنفيذي سعود الدويش هذا لو انه مشترك في الخدمة هذه تقدروا تفصلوا عنه الموبايل وزين الشغلات الاخرى؟ لا طبعا ما يفصل على رئيس الشركة. ما يفصل على رئيس الشركة، بس يفصل على المواطنين اللي بيدفعوا. رئيس الشركة اللي ما بيدفع ما يفصل عليه. اشكرك لصراحتك.
نعم. خليك على الجوال، راح يكلمونك في اقرب وقت ان شاء الله على الجوال باذن الله. يعني في خلال كم ساعة تتوقع؟ 24 48 72 عشان اكون جاهز يا اخي. 72 ان شاء الله. خلال 3 ايام حيرجعوا يكلموني. خلال 3 ايام، خميس وجمعة ما في دوام، يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت حيجوا يكلموني. إيه. يلا ما في مشكلة، انا في انتظاركم يوم السبت. ابغى اشوف هل فعلا في مصداقية ثانية انه فخامة الرئيس حيرجع يكلمني ولا ما حيكلمني الرئيس التنفيذي. لا انا ارفع لك لادارة الفواتير وهم ادارة الفواتير يقومون بالتنسيق. يلا خير ان شاء الله. حياك الله، شكرا. صارت معك تقييم مستخلص. طبعا التقييم زبالة ما يبغى لها كلام يعني.